أنا أتحدث عن أين يقع العقل فينا، وهل نستخدمه أم أن أهملناه وأغرقناه في الشكل. إذا شلون نستخدمه؟ شلون نستخدمه؟ طرح الأسئلة. أي نسولف معاه، نطرح عليه أسئلة مثلا؟ لا، اسأل الشجرة من جذعها إلى الثمرة، لها قصة وراها قصة. أكيد. أتحدث مع النار، مع الماء، مع قصدك التأمل؟ ليس تأمل. التأمل هو هز الرأس وقول سبحان الله، ولكن التسبيح الحقيقي هو أن تخالد الله في خلقه وتطرح أسئلة كإعجابا في هذا الخلق لتجد من ذلك علم. فلو لم يسأل ذلك العالم عن البخار وسر البخار الذي أودعه الله في البخار لما اكتشفت الطاقة ولما تحركنا من الباخرة إلى الطائرة. نعم. أستاذ علي الهويريني، أنت تتحدث مع الأشجار؟ طبعا. مع النار؟ مع النار، مع الأشجار، مع كل شيء في الأرض. إذا كنت لوحدي أطرح أسئلة، وإذا كنت مع أحد أنتظره أن يطرح سؤال أو أطرح عليه سؤال. موج الأسئلة من الأستاذ علي الهويريني على المخلوقات ولا حتى على الإنسان؟ يعني لما يكون شخص أمامك تطرح أسئلة؟ ما طرحت لنا ولا سؤال أنت. خبرا ألقيه لمن ألقى السمع وأحضر حجره. أرأيتم بشرا يعطى سمعا، يعطى بصرا، وله قلب يقرأ تنقصه خبرة؟ أولم يقرأ زبر الكتب العظمى؟ أولم يقرأ في قلم الله الأسمى؟ قلم لو كانت أشجار الدنيا أقلاما والبحر مدادا ويمد ب7 أبحر لن تبلغ حبره. فليخرج وليجمع ما شاء من الآراء ويلاقحها في رأي واحد. قد يأتي رأي فحل ينجب فكرة، وليمزج ما شاء من الألوان. قد يأتي من غسق الألوان لون يتزيل في لوحة. أفلا سأل الشجرة عن قصتها من قاع الجذع إلى الثمرة؟ سيراها جذع يبس ينهل من وحل منتن يسقي غصنا يخرج زهره. هل يقرأ حدرا للجذع اليبس بعين ذبابة، أم يقرأ صعدا للغصن الأخضر بعين النحلة؟ وليقتبس من نارها هدى كم جذوة آوت هدى لله تلك الجذوة. وليخرق عمق الأرض سيراها أحجارا كم من حجر أخفى تبرة. وليتمهل وليصبر فالعلم مرار مسلكه. وليسأل هل موسى أوتي صبرا؟ هذا قولي. والأرض قرار وهي تدور، طين يحمل طينا يمشي بين سبيلين، إما طين لزب يمكث في الأرض ويكسوها خضرة، أو طين يبس قاع موقع إعصار ترهقه قترة. والله ما يعني أنا قاعد أقول ما